here we go again. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ايبيزود واحد اخر من ايزي توك عاوتاني. نتمنى تكونوا كاملين بخير، كاملين في احسن حال. كي داز البارح، كي داز هذا النهار، كي داز غدا هذا النهار اللي كنسجل فيه نهار الخميس. دونك كنحاول نبقى قريب الماكسيموم، وخا ما كنظنش بلان زوين هذا، حيت يقدر مثلا تجيني شي حاجه كانسان متزوج دابا، تقدر تجيني شي حاجه هكا ولا هكا، نمشي مثلا عند العائله ولا شي حاجه، نقدر ما نتوفقش انني نسجل حلقه. دونك داكشي علاش كنحاول نسجل ايامات قبل ملي كنكون فري، ولكن دابا حيت ضامن انني في الدار، داكشي علاش خليت هذه الحلقه هنا. دونك البلان هو انه هذا النهار داز عندي نهار زوين بزاف. المهم استفدت من واحد اللعيبه، هو انه الناس اللي عندي في انستغرام بيان سور حتى هما استفدوا من واحد اللعيبه. هو انه مهما كان نهارك فيه شي لعيبه تمشي حتى تما، خذ منه داكشي اللي عاجبك انت وسالينا الهضره. شنو طرا لي هذا النهار؟ يعني بلاتي قبل ما نقول لكم شنو طرا لي هذا النهار، بغيت نقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم مع الحلقه اللي فاتت، وشتا انها قاستكم بزاف، وانكم يعني فهمتوا المغزى منها. غير من لي كومونتير، بزاف لي كومونتير وصلوا لي ان داك الحلقه كانت عندها افي، وانا يعني كيعجبني الحال ملي كنشوف داك الحلقات بالضبط فيهم افي، لانهم كيهموا واحد الناس اللي هما قراب لينا، اللي هما والدينا. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، خلوني نتنفس حيت حاجه صعيبه هي سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، حيت ما ذكرتش فاش هضرنا على الاباء، ما ذكرتش الناس اللي والديهم الوالد والوالده ديالهم توفاو. بغيت نقول لكم ربي معكم والله يصبركم، وزعما ما عرفت ما نقول، ولا ما عنديش ما نقول لكم الصراحه. الله نتوما اكبر وحدين عارفين شنو الاحساس اللي كتحسوا به. نتوما اكبر وحدين اللي حاسين بالنعمه ديال الاب والنعمه ديال الام، وحنا يعني كوحدين اللي عندنا الاب والام ديالنا ما عمرنا غنحسوا داك الاحساس حتى لا قدر الله فقدناهم. داكشي علاش اغتنمت الفرصه انني نحاول يكون واحد صلح، فهمتيني، صلح ما بين راسنا. هذا صلح خصك تصالح مع راسك، ماشي مع باك ولا امك ولا شي حاجه. ملي تصالح مع راسك توصل داك لو نيفو ديال انك تمشي عند باك تقول له باك كنبغيك واخا هو ما سميتوش. وعجبني واحد الدريري في الكومونتير ديالو واعر بزاف. هذا الشيء علاش عجبني التفاعل كان بشي لعيبات اللي حتى نيجاتيف. يعني واحد من الدراري اللي كيتبعونا، ديديكاس ليك، قلت لي في الكومونتير عندك الحق اخا الياس، انا والوالد ما كنحسوش براسنا قراب كاع، وهكاك وما مسوقينش لذاك اللعيبه. هو راه ما غيسينكش تجي تقول له كذا كذا والاخر وانت ما كتمشيش دير مجهود. دونك which is bad ولكن حاجه زوينه منين احنا عارفين. دونك سير قول له مثلا كنبغيك عنقو بوسلو يدو هكا بدون مناسبه، شويه مع شويه هو غادي يجي يبقى يسولك مالك، يبقى يسولك شنو هاد التغيير هذا منين جا، حيت التغيير خصو يبدا منك. وسيرتو في الثقافه ديالنا حنايا عندنا داك الثقافه ديال الكبار يسولوا في الصغار، وديما كيساينوا الحاجه من الصغير، تبان البادره من الصغير ماشي من الكبير، فهمتوني. دونك ماشي مشكل، راه والدينا خاصنا نبداو حنايا، ماشي مشكل. على وجهي بداو حنايا ونقول لهم كذا وكذا وكذا وكذا. والناس اللي ما والديهم ما عندهمش، الله يلاقيكم بهم ان شاء الله في الفردوس الاعلى وفي الجنه ان شاء الله. وحاجه واحده اللي خصكم تعرفوا هما انهم نتوما داك البذره د والديكم في الكره الارضيه، يعني استغفروا لهم، دعيو معهم دعوات زوينين. راه بنادم كينقاطع العمل ديالو الا توفى من غير الا خلى شي ابن صالح ولا شي صدقه جاريه ولا شي حاجه. نتوما قوموا بداك الواجب، ديروا صدقه جاريه، ساهموا ولو بدرهم في بناء جامع، ساهموا ولو في شي صدقه هكا بسميت الاب ولا الام، الناس اللي ميسورين يحجبوا لوالديهم. وبزاف د اللعيبات بحال هكا اللي ما كيتسالاوش. واهم حاجه هي الاستغفار. استغفر لوالديك، هذه ما كتكلف حتى ريال، بامكانك دير واحد النهار ولا فهمتيني نهير تستغفر فيه واحد، ما عرفتش شحال نقول لك. الا كنتي كتستغفر لراسك مثلا واحد 100 حبه، استغفر للوالد ديالك واحد 100 حبه. الا كنتي كتستغفر 1000 مره، استغفر للوالد ديالك ولا الوالده ديالك واحد 1000 مره. وهذه بذره زوينه اللي خلاها. واليوم القيامه ان شاء الله فاش يكون يوم الحساب يلقى عنده واحد الشجره كبيره منين جاتو من داك الوليد ديالو الابن الصالح. يعني هذا الاب هذا ماشي ما انقطعش العمل ديالو،
وعلم ولادك يديروا نفس الشيء باش حتى هما يترحموا عليك وعلى الاب ديالك وعلى ابناء المسلمين اجمعين. فوالا هادشي اللي كاين، الله يرحمهم ويرحمنا ويلحقنا بهم يعني مسلمين، وهادشي اللي كاين. دونك البلان اللي بغيت نعاود لكم هو هذا النهار، ماشي هذا النهار ستوري تايم بيان سور. ستوري تايم غتكون على ود الوقيته اللي قريت عند الوالد، فيكو كهضرنا على الوالدين بغيت نخليها شويه لينكت بالحلقه اللي فاتت. دونك الوقيته اللي دوزت في عين الشفا كنقرا عند الوالد، كانت يعني وقيته موت ديال الضحك، ويا بغيت نعاودها لكم. ولكن قبل بغيت نقول لكم بالله في النهار، اي نهار مثلا هذا النهار طرا لي واحد البلان غريب جدا، اللي هو فقت بكري. هذا النهار ما كان عندي خاوي، فقت بكري هو ندير بزاف د البلانات، فقت متحمس، نط فطرت، صليت، قضيت الامور، جمعت الشنطه، حطيت فيها الحوايج لاصال وداك الشيء، وغنمشي لاصال. نوض سيدي كنوصل حتى لباب لاصال كنلقى لاكارت ما كايناش، كنجي لهنا كناخذ لاكارت، كنبغي نرجع باش نريزيرفي، حيت خصك تريزيرفي بلابليكاسيون. باش نريزيرفي لقيت داك الوقت الاول مشى، وباش نريزيرفي ما يمكنليش نريزيرفي حتى 3 د العشيه ولا 4 د العشيه، وانا داير بلانات لداك الوقيته هذيك، ما يمكنليش، عندي خدمه اخرى خصني نديرها. كملها من عندكم. جيت للدار دوزت بحال ما كاين حتى شي حاجه، فيكو لي فيستيغ مسدودين، كنخرجوا يعني بوسخنا من لاصال، دوش عادي ايزي. هي ديك مع الوقت هنا كيدوز دغيا الدور كيودن مع 12:30. رجعت بحالي، جلست، دوشت، بقيت كنتمشغل شي شويه، قصيت شي شويه، صليت الدور، هزيت حوايجي، خرجت عاوتاني باش نمشي للبيبليوتيك كنمشي نجلس فيها نخدم داكشي اللي خاصني نخدمه. دونك كنمشي للبيبليوتيك كنلقاها ساده، وانا ما فخباريش بلا ساده. خباريش والله ما فخباري بلا ساده. دونك مشيت لقيتها ساده، حيت هذه يومين خرج المينيستر ديال بريم مينيستر ديال هولندا، وقال لهم بلا نهار الاربعاء ولا نهار الاربعاء اخر نهار غادي يسدوا فيه بزاف د اللعيبات، واللي انا ما مسوق لهمش صراحه الله، وما نكذبش عليكم ما تسوقت لهمش، حيت اصلا اهم حاجه اللي غتجلس فيها اللي هي مثلا بين قوسين كافي ولا شي حاجه، ولكن لا تلقى بلاصه زعما اسباس فين تجلس، مسدودين البلايص الماكله مسدودين، كلشي مسدود. دونك ما كاينش مشكل من ناحيه اخرى بالنسبه ما كاينش مشكل بالنسبه اش كيقولوا شي اسباس بوبليك اخر. كنظن ما حيت خرج قبل ودار بزاف د اللعيبات وقال بزاف ديال البلايص راه ما خاصش يمشي لهم بنادم، ومشيت للبيبليوتيك ولقيتها محلوله. دونك ما جانيش في بالي كاع كوم كوا راه غادي يكون البيبليوتيك مسدوده. وصلت تما وما شدتش مورايا، ملي لقيتها مسدوده رجعت كنطير للدار. هادشي كامل كان في انستغرام، اللي ما كيتبعنيش يتبعني في انستغرام، راه تبارطاجا هادشي كامل بلي ديتاي. MRLYES مستر إلياس. فوالا وصافي ورجعت للدار، وانا نقول مالي كنتعكس مع هذا النهار وكنتقاتل معاه، شنو باغي كاع نخرج من هذا النهار هذا. جيت قست تكيت واحد شويه، خدمت شي شويه وصافي داتني صافي، ماشي داتني عيني لا، خدمت شويه عاد تكيت، خدمت واحد شويه تك وتكيت، داتني عيني ونعست واحد السويعه ونزل المكانه ونتبقى ترانكيل وزايا القضيه. نتوما كتشوفوا الانرجي طالعه باينه، ولكن من الاول بديت بحال هكا. اذا شنو كنستافدوا من هذه العبره هذه؟ هو انه الا كنتي يعني طرالك شي نهار عوج له شي حاجه، حاول لو بلوتو بوسيبل. راه شو هاد اللعيبه ماشي قانون يعني ديما تيكون ديزولي على القبيه على الطربوش، ولكن تقدر واحد النهار طالع لك عوج، حاول ماشي مشكل، راه فيها خير، حاول تخليه يعني غادي في صالحك، ما تخليش غادي الدقوه. راه كان بامكاني دابا نكون كاعي وكذا والله بزاف الناس كيسحبوا هاد اللعيبه، راه تمثيليه والله حتى بصح. منين كتبقى كل نهار كتولف راسك انك تاخذ الحاجه الزوينه من كل حاجه كتوقع وحاجه خايبه مع العلم انني فاش طلعت للطوبيس لقيت شيفور كيداري وهضر معايا بطريقه ماشي مزيانه بواحد سوء تفاهم هكا. المهم حيت طلعت سميتو، طلعت في واحد الطوبيس في واحد بنادم كيداري وهضر معايا بواحد لافاصون ما عجبتنيش، ولكن دازم مارا فهمتيني.
منين كتولف تولي تشوف الحاجه الزوينه في كل حاجه طرات داتك والله حتى كتولي انت مرتاح، ما كتبقاش تبقى غادي وكتفكر في 100 مشكل، كتولي غادي وكتفكر في 100 حاجه زوينه. هادشي نهار على نهار. راه في اي حاجه هادشي ماشي بالنسبه لهاد اللعيب. بزاف الناس كيقولوا لي كي كدير انت خويا باش انت ديما بوزيتيف بحال هكا. انا راني كنت نيجاتيف بزاف، داكشي علاش وليت بوزيتيف بزاف، حيت كنت كنشوف فيه الحاجه الخايبه في كل حاجه زوينه. كل حاجه زوينه كنشوف فيها الحاجه خايبه، دابا كل حاجه خايبه كنشوف فيها الحاجه الزوينه. يجي واحد خونا يقول لي راه تهرس يدي، كنقول له درتي شهاده طبيه، غتجلس من الخدمه، غتجلس من القرايه، غتجلس من هادي، عندك شي ما نعرفش. كنبقى نقلب كنقلب على الحاجات لي بوزيتيف. مثلا كورونا صافي اشدوك شحال من سيمانه، اشدوك سيمانه جوج ثلاثه ارتاح مع راسك اخويا، اشدك كورونا ارتاح مع راسك. دونك الحمد لله كيولي ابخي هذاك لايف ستايل ديالك وسي ميو. اللهم هكا ولا داك الشكا والبكا، وما تشكى على شي واحد من غير سيدي ربي، وما طلب حتى شي حاجه من غير سيدي ربي. سالينا صافي هكا ديما تعيش حياتك اوتونوم زويون ضاحك ناشط والتجاهل. حاول تجاهل الحوايج الصغار. انا هاد اللعيبه فيها مشكل كبير، انا مازال كنتريني عليها، ما قادش نفوتها بزاف، ولكن مازال كنتريني على هاد اللعيبه ديال نتجاهل على شي لعيبات بساط. مثلا نشوف شي حاجه هنا ندير هكا ونحاول ما نهضرش عليها، مع العلم انني انسان كيشوف لي ديتاي كاملين، يعني لي ديتاي الصغار كيبانوا لي، ولكن كنحاول مؤخرا. هذه دابا طلعت تقريبا من بالضبط من نهار تقريبا من نهار تزوجت، ماشي من نهار تزوجت، من نهار من بعد الزواج بشي 6 شهور وليت هاد اللعيبه كنشوفها. فهمتيني كنحاول نديرها انا، حيت كاين شي لعيبات اللي يقدروا يديرونجيوني هكا ولا هكا، ماشي ضروري من مادام في لونطوغاج، فهمتيني، يقدروا يكونوا حتى من مادام. ما خاصنيش كنحاول ما نهضرش عليهم حيت يديروا لي الصداع. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني كاين شي امور اللي انت بالنسبه لك مشكل، بالنسبه للناس اخرين كيشوفوها ماشي مشكل، انت كتولي انت كتحط المشاكل لراسك. فهمتيني شنو بغيت نقول لكم؟ ما عرفتش، خصني بغيت نعطيكم شي مثال وما عرفتش كي ندير. نجبد لكم شي مثال بسيط. مثلا كتكون في الدار د العائله، مثلا كيجي شي دريري صغيور كيشد مثلا التليفون ديالك ويردخو في الارض. انت بالنسبه لك هذاك راه دار شي حاجه خايبه حيت ضرب لك تليفونك في الارض ياك، ولكن راه داك باين داك الوليد ولا مو هذاك راه ولدهم، راه ما كاين بالنسبه لهم، راه ما دار حتى شي حاجه خايبه. هذاك دري صغير مولف هما تيدير لهم داك اللعيبه، ديما كطيح لهم التليفونات، دونك بالنسبه لهم عادي. دونك الثقه اللي غتاخذها نتايا واخا تقول لهم ماشي مشكل، هذا دري صغير انت داخلين نشدوا ونعلقوا من شفاره ولا دونك هما ما غاديش ياخذوها بنفس الثقه. ولا كايتي مصيبه اخرى، الا كايتي هما يقول لك لا مالك اخويا كتكعر عادي دري صغير، هذا دري صغير هذاك راه طيح. فهمتيني؟ دونك بحال المهم ما جبتهاش لاصقه مي بون هادشي ما فيه لا مونتاج حتى شي حاجه. دونك القصه ستوري ديال كي درت قرايت عند الوالد. كنت عاودت لكم في واحد من اللي فات ناري بداو يطلعوا عليا لي ميم، قال لك إليز تقول له شي حاجه يقول لك انا نقيد هذه البودكاست الجاي. يا اخوتي زيرتوني خلال الخراز وحنا نزيروه. ايوا صافي. ودابا بلا ما نبقى نقول لك بلا ما تبقى تقول لي يا دوز لدارنا يا كذا هادي اسيدي. لا فاش قلت لكم كنت في الثامن واش باش نقطه مزيانه، هذاك هو العام اللي صيفطوني للدار ريفولي العين الشفا باش نقرا التاسع تما. وداك العام تحت عند الوالد هو الاستاذ ديال السيونس اللي كنوجه له تحيه كبيره، الاستاذ بوبكر. استاذ الله يعمر هذا شوف فهمتيني روجوا لا راكم تما. مشيت نقرا عند الوالد وفريمون واحد الاحساس غريب زعما انك تقرا عند باك. كاين الناس اللي قراو عند والديهم مثلا من التحضيري ثاني ثالث، هذوك الناس الابتدائي كيكونوا كيقراو في المستويات كاملين ما عندهمش مشكل. دسايم مع الوالد، الوالد راه كيقري ما عرفتش الوالد كيقري التاسع وقيله الا ما خفت نكذب، ولكن غالبا يكون قرا 8 7 ولا شي حاجه. ولكن المدرسه اللي كنت فيها انا كان كيقري الوالد التاسع وقيله بوحدو. مشيت عنده اول مره دخلت حسيت واحد الاحساس غريب وانا حشمان. فهمتيني؟ ما حشمان. وعلاش حشمان؟ اولا لانه الوالد ياك، ولان الدار
ماشي مثلا دار بعيده على المدرسه، دار قريبه من المدرسه، حيت كما كنت قلت لكم الاساتذه اللي كانوا مزوجين كانوا كيعطيهم واحد الديور تما، حيت كانت هذيك اول ثانويه تبنات في المنطقه تما كبيره بمواصفات زوينه بزاف، وكان من انتقل من الناظور صيفطوه نيشان تما. دونك اوتوماتيكمون راه خاصهم يعطيوهم فين يسكنوا، حيت ديك البلاصه بحال تقول بلاصه نائيه داك الساعات كانت. ايوا صافي، وكانت واحد الدويره صغيره ساكن وانا وياه تما وانا وياه هنا، وديك الدار ما بعيداش، راه ما عرفتش 30 متر على القسم في وسط، راه قريبه من المدرسه، مبنيه جنب المدرسه. هذه اول حاجه، هو انني معاه في الدار لهيه وهنا في القسم. ثاني حاجه هو انه عين شفا اللي ما كيعرفوهاش جايه تحت ايموزار في منطقه اطلسيه في الاطلس، وفيها ما عرفتش انا تطلعت الكازا عاد عرفتها بالله هذوك ماشي ما كيقولوا لهم الشلوح، مي هما كنا كنقولوا لهم الشلوح نورمالمون، الشلوح ديال الاطلس هذيك هي الشلحه بالنسبه لي انا. تطلعت الكازا عاد عرفت بالله الشلحه كيقولوها ولا الشلوح كيقولوها للناس ديال سوس، ولكن الناس سوس كنظن سواسه ماشي شلوح. شلوح كنظن والله اعلم كاين ريافه والشلوح وسواسه، هذا التفسير البسيط ديالي انا اللي كبرت عليه فهمتيني. حيت منين طلعت الكازا وقالوا لي شلوح قلت لهم لا هادو ماشي شلوح، هادو سواسه، هادو الناس ديال سوس سورتو كيهضروا بالسوسيه وجايين مسوس ما درعا. المهم الشلحه ديالهم راه ماشي بحال ديال الريافه وماشي بحال ديال سواسه. وهاد الناس هادو يعني في ذاك الوقت كان يعني غريب جدا ان يكون واحد في وسط منهم اللي تيهضر بالعربيه ولا اللي تيهضر كانت العربيه عندهم قليله بزاف، يعني عند والديهم. يعني كانت عند الدوزيام ماشي الدوزيام، كانت عند التروازيام جينيراسيون ديال والديهم، يعني جدو وولدو مثلا هذوك اللي كنت كنقرا معاهم كاين فيهم اللي باهم ما كيهضرش بالعربيه كاع. شي وحدين فيهم اللي كانوا مثلا شيفورات ديال الطاكسيات ولا تيخدموا مثلا في 207 ديال الفلاحه، ولا الشيفر ديال الطاكسيات كما قلت لكم اللي كانوا كيهبطوا لفاس بزاف وكيطلعوا لايموزار وكيجيبوا الناس من ايموزار لفاس، ولا كيجيبوا الناس من فاس لعين الشفا ولا شي حاجه، حيت فاس قريبه ما بعيداش بزاف، وقيله شي 40 دقيقه. وكانوا كيمشيو لعين الشقاق وكيمشيو لصفرو، حتى صفرو راه فيها هذا النوع ديال شلوحه الاطلس. دونك the fact انك the only guy اللي خلات هذاك يتنادى هنايا اللي خصنا نهضروا عليه في بودكاست Arabic عربي اعرب، هذا هو سميتو اعرب، يعني انت كتهضر بالعربيه اعرب you are different فهمتيني. هذه هي الحاجه اللي فريمون كانت ديك الساعات شكال بالنسبه ليهم، واللي كنت انا داك الساعه دري صغير ما كتفهم لا عنصريه لا حتى شي حاجه، اوتوماتيكمون ما كتفكرش كوم كوراك بنادم عنصري ضدك ولا شي حاجه، كتقول انا ماشي منهم تو سامبلومون، بنادم كيمشي مع المجموعه فهمتي. وكنت كنشوف بزاف البلانات ديال يعني بزاف البلانات ديال العنصريه وبزاف د العيبات لواحد المده بسيطه، ولكن ماشي في هذا البيريود هذه اللي كنت انا مع الوالد. في البيريود اللي قبل فاش كنت جيت مازال صغير عندي 7 سنين، داك الساعات كانت فريمون راه فريمون منطقه يعني معزوله ديال بصح، واخا ما معزولاش بزاف ما بعيداش بزاف على فاس، ولكن عايشين في القوقعه ديالهم تمايا، ما كاينش زعما كاينش بزاف د اللعيبات، كاين تيلي بوتيك واحد، كاين غير الحوانت والسواقات، ما كاين حتى شي حاجه زعما ديكسيبسيونيل، حتى البوليس ما كانش فيها واقيلا ما خفت نكتب، كاين الجندارم ولا شي حاجه. دونك هاد اللعيبه هادي كانت كتخليني نكون انا اونيك تما، ولا ولاد الاساتذه كانوا كيبانوا اونيك وكيبانوا شي حاجه زعما. وداك لو في ديال انك انت ولد استاذ كتبان شي حاجه تما كانت كتخلق لك مشكل اكثر من انه بريفيليج فهمتيني. بحال دابا مثلا ممكن كنت كبير غادي يكون بنادم كيبغي مثلا يتقرب ليك دا، ولكن حيت صغير ما عارفش علاش ما عارفش داك الناس علاش مثلا كيعاملوني بحال هكاك، ما عرفت علاش كيتعاملوا معايا ديما بالخوف، عندك راه ولد الاستاذ، عندك راه ولد الاستاذ، عندك راه ولد الاستاذ، بحال فهمتيني. ما فهمتش زعما كوم كوا راهم تيحترموا الاستاذ لذاك الدرجه، هما راه تيحترموا الاستاذ وتيخافوا منه، والديهم زعما ديال حاجه زوينه فيهم صراحه الله، والديهم كانوا مربينهم ديال بصح انهم يحترموا الاساسي وسميتو المعلمين كانوا كيحترموا موت مزيان. دونك كان داك الاحترام تينعكس علينا حنا، هو جوج حوايج مخلطين حيت راه عندي واحد الضربه في راسي فلقني واحد ولد عين الشفا هذاك ماشي احترام،
احترم راسك السي محمد، ولا احترم راسك. يعني ما بقاش يعني داك هما دراري صغار ما تيفهموش داك الاحترام تخلط بحال نقول لك تخلط بشويه ديال الاختلاف والاحترام. انت ديفرنت، ولكن احنا كنخافوا منك حيت انت باين ولد فلان، وميم طون كنخافوا منه هو وتنحترموه هو. يعني كتولي انت كتبان لهم بوعو تما. كان قريب اللي تيقرب مني، قليل اللي تيقرب مني. يعني كنت بحال كتحس براسك منبوذ، ما حتى واحد ما كيبغي يجي لا معاك، حتى واحد ما كيجي هادي، حتى واحد ما كيجي هادي. اوكي، هادشي فاش كنت مشيت تما قريت التحضيري والثاني والثالث والرابع، حيت ابخي عطنا الفاس قريتي تما حتى الثالث، قريت حتى الثالث. وفاش رجعت في التاسع لقيت واحد الجينيراسيون اللي قريت معاها في التحضيري. هذه الحاجه البيزا، لقيت في نفس القسم جينيراسيون شي 4 ولا 5 الناس اللي قريت معاهم في التحضيري عام بعام، التحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، لقيتهم. ولقيت واحد الجينيراسيون جديده ديال الناس اللي كيقراو في ابتدائيات واحد اخرين، و حيت كل بلاصه عندها ابتدائيه ديالها، ولكن الثانويه كانت هي هذه ديال عين الشفا، ديال عين الشفا ماشي عيت سبع هي الفيلاج. ولكن هذا القنت كان صافي، داك سميتو داك خوتنا كاملين اللي كيمشيو يقراو في ابتدائيات كاملين كيجيو لهادي في الاخر باش يقراو. يعني في الاعداديه قبل كانوا مساكن كلهم كيطلعوا يقراو في ايموزار، حيت ما كانش اعداديه. كانوا داك راك عارفين داك المدرسات اللي جوج سنوات دلوقتي هكا كانوا مساكن دايرين لهم هذيك اللعيبه. وصراحه الله داك لقيتها كانت صعيبه صراحه الله. راني حاط في لا ليست بودكاست نهضر فيه غير على عين شيفا كي دايره وعلى العيشه اللي عشت فيها، وكيفاش كانت من احسن لحظات اللي كنحمد الله اني دوزتها في صغري، واللي يعني واحد الاكسبيريونس اللي رداتني كيما انا دابا. دونك ابري يعني تخيل انت ناس تلاقيتهم هذه واحد 9 سنين ولا ما شحال، لا ماشي 9 سنين، الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، تقريبا 7 سنين 8 سنين. دونك وغتلقى واحدين اخرين ما كيعرفوك ما كتعرفهم، وانتيا هادوك عاوتاني كبروا ديجا. يعني ماشي بحال الدراري الصغار كيتعاملوا غير بالبراءه، هادوك كبروا انت اعراب من درجه فارس، فهمتيني؟ هادو كتفهم انهم دي غاسيست ضدك، ما تيحملوكش ما تيقبلوكش تكون انت تكون باك الى سورتو كو باك استاذ نتايا عايق، نتايا فيك العياقه بزاف، نتايا في شكال. وما علينا انا درويش والله تدرويش بالله والله الا كنت الله عمر هذا الصراحه الله يا ها انتم تشوفوا. مع العلم اني ملي جيت تلاقيت الدراري اللي كنعرفهم عجبهم الحال، وداك الدراري ما تفهموش كيفاش كنت انا كنتلاقى داك الدراري ونبقى نهضر معاهم، كنفهم الشلحه و كنهضر معاهم وشاد ستون ونضحك وكذا، وكنتمشى بحال الدنيا ديالي. هذيك اللعيبه هما ما شافونيش فايتعشت تما. دونك داك واخد راحتي في ليسباس، وحيت كبرت تما وانا صغير جاتهم بيزار شكون هاد خونا هذا، شكون في ملك الله هو باش يجي داير هكا وفارض راسو وقوي الشخصيه. وانا كنت نملا فهمتيني دير لي نطلقها تحت مني والو، ما فارضاش شخصيتي لا والو. بالعكس كنت شخصيتي على قد الحال، بالعكس خواف شي شويه على شويه ديال ما شي بزاف على هادشي اللي كاين دابا مي بون. دونك كان دار لي هذاك مشكل كبير في القسم ديال الوالد، هذا هو اللي كان مشكل كبير. دونك مازال عند الاساسيات الاخرين كاملين رحنا سواسيه، ولكن فاش كندخل عند الوالد ولد الاستاذ هو عند بابا تيقريه كذا، هذه بحال الوجهيات ولا شي حاجه بحال هكا. مي الدراري الاخرين الله يعمر هضر مزال نعقل على بزاف منهم، منتصر نعقل على احوفي، نعقل على بزاف والله بزاف الناس دوز معاهم وقيتات واعرين ديال بصح. دونك ندخلوا دابا عند الوالد سيدي لالا. ملي كنت كندخل بعدا صبر هذه هي الفاني ستوري كاع اللي فهاد الشيء كامل. الوالد من الناس اللي ديما كيحاول يسولك فاش كتدخل القسم شنو قرينا المره اللي فاتت، ومن النوع اللي كي اكسبيرمونتي بزاف. يعني كان كيجيب مثلا جرانا كيشرحوها كيشرح ملح فهمتي، كيشرحها هكا ويدير لك النخاع الشوكي باق ويحطها هنا ويقيس لها في النخاع الشوكي وكذا. يعني كيدير له براتيك، ما كيقراش غير التيبي كيبقى عليهم بالهلوسه الهضره. داكشي اللي كاين بحال اللي كاين في المدينه. ما كنظنش
ما قريتش في المدينه باش نقول لكم، ما قريتش التاسع. العلوم الطبيعيه قريتها في المدينه قالك. مازال عقله في السانكيام اللي قالنا جيبوا لنا حيوانات اليفه، خلاها الحبيب قال له مني عقلتي منين نجحتي استاذ السيونس قال لكم جيبوا لنا حيوان اليف وديتيني. دونك في ذاك البيريود ما عرفتش واش في المدينه بوسيبل، ولكن تما بعدا مع كنا في فيلاج عربيه كان هيك يقول لهم جيبوا شي حاجه كيجيبوا، يقول لهم جيبوا حنش يجيبوا، يقول لهم جيبوا ثعلب يجيبوا، يقول لهم جيبوا ديناصور كتلقاهم جارينهم الزنطيطه وجارين المختبر. وكان واحد المختبر واعر بزاف، كان هذيك هو الحاجه الزوينه عندي انا هو لاكسي للمختبر. كنت كندخل له مثلا في السبت والحد، الوالد كيمشي نقيه ويقادو وكذا وهذه، وكندخل داك المختبر ونستكشف القراعي وداك لي تيوب ديال لي برودوي شيميك ديال التفاعلات وكذا. دونك عندهم الحق ما يحملونيش حيت كان عندي داك البريفيليج ندخل نخربق تما. يا دونك كان الوالد كما قلت لكم كيدير هاد اللعيبات ويتشيس، كانوا بلانات زوينين بزاف، ولكن الحاجه اللي كان كيديرها بزاف واللي هي خايبه هي كان ديما كيسول في دخلات القسم. في دخلات القسم هيك كتدخل تيدير لنا شنو قرينا المره اللي فاتت، شنو قرينا المره اللي فاتت والو استاذ سلاي. الوليد من النوع اللي فريمون فاني، فهمتيني، سيريو او فاني، يعني ماشي من النوع اللي قاص هكا في القسم ما يضحك من حتى شي حاجه، وكيطلع الطوبيه ويضحك على شي واحد ويضحك مع شي واحد هاني رخا الله، ولكن او ميم تو سيريو، حفظ قرا يضحك معاك ينشط معاك، كاسول كدا يضحك معاك ينشط معاك، ولكن ديما كيبوشي التلاميذ ديالو بزاف لانهم يكونوا في الكوتي ديال القرايه اكثر من الضحك. داكشي هو كيحاول بداك الفاكت انه يكون فاني باش ياتيري التلاميذ البيرسوناليتي ديالو باش يتاثروا ويتانتريساو بلا ماتيير، ماشي داك القصوحيه وداك الشيء هما اللي غادي يردوا بنادم كيقرا ولا شي حاجه. مع ما كاين يعني كاين اساسيد اللي هذيك هي لا فاصون ديالهم الوحيده اللي كيقراو بها وسامارش، فهمتيني، حيت عاوتاني ملي كتكون كتخاف من واحد الاستاذ وكتضرب له 1000 حساب من تجربتي الخاصه، كتمشي تصوب التمارين ديالو صحه عليك، علاش؟ لانك كتخاف منه وكتقول لا الا مشيت يضربني ولا شي حاجه بغض النظر على الضرب، شي حاجه اللي كبرنا فيها عاديه، وكنظن انها كنظن انني كبرت فيها، دونك انا كبرت فيها دونك عاديه ماشي مشكل، كبرنا الحمد لله مرقعين وما كانش داكشي كون حنا ماشي داك الناس اللي كتشوفونا دابا كيما دابا في الناس القرايه هذه كل عام 2016 2017 2018 16 تفرجوا في القنوات ديال الالكترونيه كلهم تيقولوا نفس الهضره، اساسيد عيانين، اساسيد كذا، اساسيد كذا. خويا انت اللي عيان، انت اللي كاسون، انت اللي بوحاطي وانت اللي بوحاطيه. دونك هذوك الاساسيد كبروا دي جينيراسيون واعرين، وواحد الناس والديهم هما اللي دسروهم ووالديهم ما قدوش يجريوهم، دونك ما يمكنلكش تسين انت من استاذ يجري لك ولدك بواحد الامكانيات اللي هي بسيطه بزاف. ما علينا، كان كيدير لي الوالد ديما واحد القالب عيان، فهمتي، وكنقولها له دابا، كنقول له انت كنتي كتفلى عليا قدام التلاميذ وكطيح من السمعه ديالي وانا الوالد ديالي استاذ. نقول لكم شنو هذا البلان. دابا انا وياه في الدار جالسين ياك، احنا في الدار ما كاين ما يدار، عندنا نهار السبت عندي كان بالضبط نهار السبت عندي الحصه ديالو ساعتين نوض سيدي، داك الساعتين هذه ساعتين مخرجها مني، وكيعصرني في السيمانه كامله، هو عاصرني على بعدا كاع الاساسيد وموصيهم عليا. يعني الا كان الاستاذ كيخرج حامضه كيعصرها من شي واحد، انا كانوا كيعصروا قنطار مني، وكنقرا بالليل وبالنهار، كنقرا من 8 12 2 6 العشيه، كنمشي مع الفوج الاخر، كنمشي نقرا مع الفوج الاخر، صحه عليا الفوج ديالي ما قاريش، كنمشي نقرا مع الفوج الاخر، لدرجه ان الفوج الاخر ولا كيحك ولاو كيعتبروني ولاد قسمهم اخوتي، والله الا ولاو كيعتبروني ولاد قسمهم، ولات كنعرف مع الدراري والبنات، وإلا ما جيتش هنا يسولوا فيا الهي، وإلا ما جيتش لهي يسولوا فيا هنا. لاعب مع جوج فراقي والله، لاعب معانا ومع غانا بجوج بيهم. دونك يعني صراحه الله كانت صعيبه شي شويه في الديبي، حيت كنت طالع خايف، حيت كما كنت قلت لكم ما جبتش نقطه مزيانه، وما ينطر قالوا لي غادي تطلع تقرا وغادي تزير وكذا، وهذه كنت مخلوع
بسيشيكمون داك اللعيبه، ولكن فيكو يعني شي فما فيها ما يدار، كانت هذاك هو في الاول جاتني داك التهشيره وكذا، ولكن في الاخر لقيت راسي كنمشي بخاطري، كنمشي للدار بامكاني ما نمشيش نقرا مع الفوج الاخر، لا كنمشي نهز ادواتي ونمشي نقرا مع الفوج الاخر، حيت عندي فيه دي زامي وعندي فيه صحاب وعندي فيه ولاو عندي صحابي وحده اخرين في القسم الاخر، نمشي بعدا نضحك معاهم تما ناكل العصا معاهم نحفظ معاهم نقرا معاهم وميم طون حاجه زوينه باش مزيان التكرار. شوف والله الحاجه الى مفيده، التكرار حاجه مفيده والله، حتى حاجه واعره التكرار، حاول الحاجه تعاودها وتعاودها 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 ما كيهمش. كنت كنقرا هنا ونقرا هنا، كنقرا نفس الدرس والله حتى كنت كنجيب نقاط واعرين، وهذيك النتيجه راه باينه، راه جبت ما عقلتش 14 ولا 15، في حين في الثامن راه جبت 8 صاحبي، راه ما قريتش الثامن جبت فيه 8، دونك جبت 14 ولا 15. والله ما كندير مجهود، بالله ما نكذب عليكم ما كنت كندير حتى شي مجهود كاع، كندير مجهودي في داك الاساسي ديال اللي خالصه باش نهرب منهم، اللي عارف راسي انا كاسول بحال الفيزيك ما كانش عندي معاه بزاف، والفرنسي كنت لا فرنسي كان عندنا استاذ صعيب بزاف، ولكن الله يعمرها دار، وهذاك الاستاذ الفرنسي ديالو لحد الان هي اللي مازال واكله من داك العام، ما عمرني قريت عاوتاني فرنسي، من التاسع ما قريتش فرنسي يعني، كنت ديما كنسلت فرنسي وكذا، ولكن عند هذاك الاستاذ هو اللي عطاني البيس ديال الفرنسي، ولا عطاني البيس ديال اللغه الفرنسيه من الاخر. ايوا سيدي لا عجبني الحال وما حسيتش كاع بداك الضغط، ولكن الوالد كان كيدير لي الضغط على كاع داكشي اللي كنقرا الناس كنقرا عندهم، وكان كيدير داك القلب اللي قلت لكم قبيله مازال ما عاودت لكم، اللي هو فاش كيكون غيسولنا هو راه داير فراسو واش يسولنا ولا ما يسولناش، اوكي داير فراسو واش يسولنا ولا ما يسولناش، منين كيبغي يسولنا ما كيقوليش سير راجع راه غنسولكم، ما كيقول لي والو، معانا برهوش وكنطير مع الطيور كنقول الله من جنتي والناس، الوالد قلاب عليا هاد النهار ما قال لي حتى شي حاجه. اوكي دومبو كندخل القسم كيبدا بيا انا الاول، الياس قف. سؤال، شو درنا في الحلقه اللي فاتت شو درنا في الابيزود اللي فات في الدرس الفلاني قول ما عقلتش يا استاذ. شنو السؤال استاذ في الدرس ديال سميت شنو هذاك تكتونية الصفائح، ما عرفتش قرينا تكتونية الصفائح في التاسع، ويلي تكتونية الصفائح كي كدير قارة تهبط لتحت وقارة تطلع للفوق، شنو السبب ديالها؟ البركان منين كيخرج يعني بكري وكيدخل معطل. كنبدا ندخل خرج عليه بالهضره ورا الموت ديال الضحك اصاحبي. والقسم تما هادي هي البوين اللي خلات الباقي ديال القسم يولي صاحبي، لانني كنت انا هو الاضحوكه ديال القسم، ماشي ضحك ماشي انا هو الفاني جايد القسم، انا الاضحوكه القسم، انا هو المنديل، انا هو الجفاف اللي يدخل كيجفف بيا القسم، في اي قسم فيما كندخل كيجففوا بيا القسم. حتى واحد قلت لهم شوفوا خوت انا راني موصى علي فهمتيني، فيما ندخل ما تخافوش هما كلكم you are safe. I'm the guy, I'm the wrong guy in the wrong position فهمتيني، اللي دارت له هكا ولا هكا تيمرمق لي انا. دخل تربيه اسلاميه يخرجها مني سي عبد الله يجازيه بخير، ندخل الفرنسي يخرجها مني سي عبد الرحيم الله يجازيه بخير، ندخل الماط يخرجها مني واحد السي يا ربي ما عقلتش على سميتو، ندخل الفيزيك يخرجوها مني، دونك الوالد كيخرجها مني كيقول لي اجا جلال مد يديك صبط وقيسم تيموت بالضحك، والوالد كيضحك يقول ها شنو صحابكم انا جاي لباباكم نتوما. اوكي شحط فيا الموت ديال الضحك، وانا زعما الصراحه الله كان ما كيعجبنيش الحال ما كنرضاش، ولكن سينس كضحك الناس اخرين ماشي مشكل هذه صافي. ولكن نعاود نهبط لافو منين كيكون ما غيدير لنا والو what do you expect زعما شنو كتساينو يقدر كيكون كيدير معايا، منين كيكون داير في بالو انه ما غيدير لنا حتى شي وزه، عرفتي شنو كيدير
كيقول ليه حفظ هاد المره اللي فاتت ما حفظتيش، حفظ هاد المره باش ما نسولش ونعطيك باباك شي سلخه عاوتاني. ما كتحشمش انت، ما كتحشمش ولد الاستاذ وما حافظتي شي حاجه. يلا سير راجع الدرس ديال اللي فات. كنمشي كنقول يس I'm gonna do it, I'm the best, I'm the son of the I'm the son of the استاذ. صافي مشى وخلع. هاد النهار غادي نرجع الكرامه ديالي فاش كندخل هاد القسم. حلو الصفحه الفلانيه. دونك في الحصه اللي فاتت هضرنا على كذا 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 كذا. كنبقى انا كندير استاذ ما تسولناش استاذ. ما تسولناش استاذ. لا حتى المره الجايه. المهم صافي فوت. هاد المره هادي كيبقى جبدوك اولا كبيره تطلع اولا صغيره. صافي الوالد كيصدمني كيخليني جالس كنحفظ باش نعيق عليهم وباش نبان زعما راه قاري. والحاجه الخايبه هو انه في داك التسويله راه ما كاينش كيسولني انا بوحدي، كيسول البنات والدراري والبنات كيجاوبوا وانا ما كنجاوبش. كسول ديال بصح. يعني كانت مومنت سو فاني. داز واحد العام عنده علامه طوبيه كونفيوز ما عارف شنو ندير، واش نمشي معاه. وكان كيدير ماشي مره ماشي جوج صحابك استفدت انا والله ما استفدت. كان ديما تيقول لي سير تحفظ كيقول بني والو ديما. ولكن من احسن اللقطات اللي كانوا طراو هي واحد المره بقى كيشوف هكا ما شنو جا شي كول من المدير قال له جا عنده وقيله ما خفت نكذب الحارس وقال له راه المدير باغي كتاب. قال له راه عندي سميتو راه عندي امتحان. قال له هي شوف كي دير استاذ الله يخليك راه شي حاجه اورجون بغا يهضر معاك فيها. صافي دار هكا بقى كيشوف الوالد هكا بقى كيشوف شي واحد ينوضو يحضيهم ينوض يحضي التلاميذ باش ما ينقلوش. دار فيا غير انا عارفني انا هو الموست هيتد هيومن بين في داك القسم هذاك. ما كيحملني حتى شي براوز. قال لي الياس نوض اج. وما عجبنيش الحال ما نكذبش عليكم والله ما عجبني الحال. علاش نوض؟ علاش انا نوض نحضر عباد الله؟ انا راه باغي ندوز الفرد ديالي باغي نجيب نقاط زوينين. ما عجبنيش الحال وما عجبتنيش داك المسؤوليه ديال انا نجلس نحضر عباد الله. قال لي اجي جلس دوز هنا. عارفين داك القنت اللي كيكون هكا مبنيت الاستاذ حدا الطبله وهو عنده واحد بحال طبله كبيره مبنيه فوق منها كيبقى يدير التجارب واحد الدفتر ديالو كذا الداتا شو وداكشي. واحد تني تما كنت كندوز بحال انا هو رئيس البرلمان تما. شويه النظام الساده المستشارين شويه النظام صافي درت هكا درت فيهم هكا وبقيت كنشوف فيهم بحال هكا. راه الناس تقراو معايا والله تيعقلوا على هاد اللقطه وانا نقول في راسي دابا انا نبقى نقابلهم. كاين اللي ما عارفش كاين اللي كذا وانا اصلا واحد في رزقي. ودابا نقولوا انا عارف ها هما انا حضيتهم ما غيبقاوش يحملوني ما غيبقاوش يهضروا معايا. يقولوا زمتنا نهار الامتحان واخا ما نزمتهم حتى شي حاجه. نشوف شي واحد كينقل ولا شي حاجه نقول له رصا وندير هكا في ورقتي وانا نقول وما تعطلش بزاف. هادشي تنقول لك ميم با 5 مينوت. عندنا في الفرد تقريبا ما شحال ساعه ولا شي حاجه ميم با 5 مينوت ولا 3 مينوت. وهذا الشيء كامل كيدور لي في راسي انا وانا نقول غنبقى مقابل هذا والله ما غنجيب مزيان. الشيشه ديال حني على ورقتك قاد بلانك سوق الامتحان ديالك. وانا نقول لهم كل واحد يحني على ورقته ويخدم. انا غنحني على ورقتي كنسمع ويا الوراق كيدوزوا من هذا لهذا ماشي ساقي ماشي ساقي الوليد. هادشي بقيت كنقول لكم هادشي راه باعت 2008 ولا جو سي با واقيلا ما كملناش 2008 والله ما عرفت بالله. عارف داك الوقيته ديال 2008 وصافي بقيت طق ولكن ما داروش شوها المهم باينه نقلو. وفاش دخل الوالد وقال لي دار فيها قال لي رجع بلاصتك رجعت لبلاصتي. وصافي دازت واحد اللحظه هو دار شي واحد هكا ولقاه كينقل قال له
لقى شي واحد كيلقى قال له ياك ما نجيب لك الدفتر. قال له علاش استاذ؟ قال له هذيك الورقه اللي عندك شنو فيها؟ قال له لا والو استاذ ما عنديش الورقه. قال له اوكي. قال له والله نعطيك انت الورقه ما عقلت على الوجه ديال داك الدري ولكن ما عقلتش على وجهه. عقلت على وجهه زعما ما عقلتش على سميتو. قال له والله واخا نعطيك الورقه نعطيك انت الكتاب الدفتر والله لا عرفتي تنقل والله لا عرفتي تنقل هكا دونك عارفه يقول نعطيك الكتاب والله لا عرفتي تنقل انت ما تتخدمش كاع ما كديرش مجهود كاع دونك واخا غتنقل تنقلها عوجه دونك قول لصاحبك يوريك كيفاش دير تنقل داك الورقه اللي عطاك. وي بون دازت مومون زوينه صراحه الله. كان هذاك ذا اونلي يير اللي قريت فيه عند الوالد اول واحد واخر واحد. والوالد ابخي هبط قرر فاس ولكن صراحه الله ما عجبوش الحال كان باغي يبقى تما ولكن عطاو انتقال لفاس حيت داك الناس صراحه الله الحاجه الزوينه فيهم هو الاحترام. كيحترموا بزاف الاستاذ وكيوقروه وما كيديروش المشاكل بزاف. ما كاينش داك المشاكل ديال قله الاحترام ما كاينش داك المشاكل ديال يعني داكشي اللي كنشوفو في المدينه دابا ديال الناس كيهضروا على الاساسيات بحال الزبل حاشاكم كيهضروا عليهم بواحد الفاصون ماشي حتى تمايا ما يعني نتوما عارفين راه كلشي على عينيكم. دونك هادشي اللي كاين. ابخي الوالد انتقل من تما ولا كيقري فاس وكانت وحده من الغلطات واقيلا اللي طاح فيها من الامور اللي ما مزيانيش بحيث انه كان كيقري مزيان داك القنت وكان داك الناس كيستاهلوا المجهود اللي كان كيدير الوالد وكانوا يستاهلوه وكانوا يعني طموحين حيت ناس عايشين في واحد المستوى اللي هو على قد الحال وكانوا طموحين يوليو منهم اساتذه ويوليو منهم دكاتره محاميين ناس خدامين في دي ستاتيو زوينين وكانوا كيديروا مجهود بحكم ان كما قلت لكم الظروف ديالهم قاصحه شي شويه. كانوا كيديروا مجهود كبير. القرايه بالنسبه لهم كانت شي حاجه مزيانه اللي كيانفيستيو فيها الوقت ديالهم وما عندهمش ديستراكشن بزاف. ما عندهمش قوه الملاهي وقوه الحماق ويعني فين تمشي فين تجي كذا. كان الفلاحه ووالديهم مقابلين الفلاحه والتفاح ما عرفت بزاف ديال اللي فروي تما كانوا مشتين والزيتون وداك الشيء والقرايه. هادشي هذا هو الحاجه الوحيده اللي عندهم مو احيدوس. هادشي اللي كاين. دونك ابار سا فاس راكم عارفين المدن الكبار كاملين ما تيحترموش الاساسيد ما تيقدروش الاساسيد كيمحيو فيهم وماشي غير التلاميذ حتى الوالدين يعني كيكبروها لولادهم لواحد الدرجه كبيره كيسبوا الاساس. منين الاستاذ كتمشي عنده تقول له راه الاستاذ فلان طرا لي معاه مشكل فلاني ماشي كيمشي عند الاستاذ يقول له شنو كاين المشكله استاذ واش كاين شي حاجه ضرك بها الوالد ولا شي حاجه. كيمشي عند الاستاذ يبدا يسب فيه بدا يسب في الاستاذ قدام ولده كذا. دونك شنو هاد القيمه اللي تبقى للاستاذ؟ راه كاد المعلم يكون رسولا. دونك اش من قيمه خليتي له انت من انت الاب ديالو القدوه ديالو كيشوف كتسب استاذ ولا شي حاجه بحال هكا. دونك ضاعت القيمه الاستاذ اون جينيرال في المغرب. خاصهم البوليس اللي يبداو يقريو دابا. البوليس براسهم والقيمه ديالهم بدات كتضيع. دونك خاص شي ناس اللي تكون عندهم واحد لوطوريتي كبيره اللي يقريو دابا البراج ديال دابا. بون كانت هذه القصه ديال القرايه ديالي عند الوالد. نتمنى تكونوا ضحكتوا شي شويه حيت فاني ستوري فهمتيني وهذا الشيء اللي كاين. بيان سور ما تنساوش خليو لي كومونتير واش الا كان والد ديالك في التعليم قريتي عنده كي كان الاحساس ديالك وسينو شنو الاستاذ اللي قريتي عنده وماركا لك حياتك يعني باقي كتفكروا لحد الان ديال اين ماده ولا اين استاذ في اين ليفو وشنو هي الحاجه اللي خلاتك متعلق بيه وكتفكروا لحد اليوم هذا يومنا هذا. دونك فوالا جمعه مباركه دوز عليكم بالصحيحه والسلامه ان شاء الله وبالمغفره لنا والامه سيدنا محمد. وراكم تما كداو هذه خليكم ديما ناشطين ديما ضاحكين تقاتلوا مع الوقت زيروا راسكم ما تاجلوش عمل اليوم الى الغد. فوالا هادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم ديروا لايك وديروا سبسكرايب بيان سور وبارطاجيو البودكاست مع اصحابكم الى بغيتو باش نكبروا هاد لاشين. بزاف الناس كيشوفوا لاشين وصلت 3000 سبسكرايبر ولا شي حاجه ما كيهمش الخوت راه ما دايرش هاد لاشين هادي على ود الفيوز ولا على ود السبسكرايبرز ولا شي حاجه. بيان سور الا زادوا لي سبسكرايبرز كيعجبني الحال
ولكن الحاجه المهمه هو انه كاين واحد الكوميونيتي زوينه اللي كنهضروا في امور اللي كتفيدنا، وفي امور اللي تقدر تعجبكم تقدر ما تعجبكمش، واللي تفيدنا يعني في المستقبل. هادشي اللي كاين. ميعادنا نهار الاثنين ان شاء الله. راكم تما وقتو هادي. كان معكم مستر الياس.